السلام عليكم. اليوم بدنا نعمل صينية دجاج بالخضار بطريقة رائعة وبدون قلي، نكهتها كثير طيبة، يعني وصفة عالمية. راح أحكي معلومات كثيرة بالفيديو، بتمنى تحضروه. عندي دجاجة بدون جلد مقطعة 4 قطع. طبعا نغسلها وننقعها بماء وخل وملح وليمون لمدة ساعة ونص، بعدين نصفيها من السوائل ونجففها بورق مطبخ. وراح أبدأ هلا بتجهيز خلطة التتبيل. عندي ملعقة صغيرة من البهارات التالية: فلفل أسود، بهارات شوي، كيجن، بودرة بصل، بودرة ثوم، بهارات مشكلة، كزبرة جافة، بابريكا، كركم. راح أضعهم بوعاء زجاجي وأضيف لهم ملعقة كبيرة زعتر جاف وملعقة كبيرة ونصف ملح. أخلطهم وآخذ منهم ملعقة كبيرة ونصف للدجاج فقط. هلا كمية بهارات كبيرة أنا ما راح أحتاجها كلها، راح أخذ على قدر حاجتي والباقي راح أحفظ بوعاء زجاجي محكم الأغلاق. وهون بدي أحكي لكم إنه كمية البهارات أو نوعيتها حسب رغبتكم، لكن المكون الأساسي بهاي التتبيلة زيت الزيتون ودبس الرمان، إنه ندخله بتتبيلة الدجاج. ما شاء الله يعطي نكهة طيبة وينهي كل زنخة وزفارة الدجاج. وهلا نرجع للتتبيلة. راح أخذ منها ملعقة كبيرة ونص وأضيفها فوق الدجاج، وملعقتين دبس رمان، وما يقارب من 4 إلى 5 ملاعق كبيرة زيت زيتون. وهنا أنا عملت 3 طرق للتخلص من زنخة الدجاج. أول إشي تتبيل الدجاج. 2، ما عملت أي شقوق في قطع الدجاج علشان يظل بروتين اللي هو المادة اللي لونها أبيض داخل الدجاج، يعني ما يزنخ الخضار معنا وتظل قطع الدجاج طرية. والتكنيك الثالث اللي هو بعد ما نتبل الدجاج جيدا ونغلفه ببلاستيك تغليف ونتركه بالثلاجة لمدة 2 على الأقل أو ليلة كاملة، اللي هو نطلع قطع الدجاج ونضعها في جريل فيه القليل من زيت الزيتون، ويكون لازم جريل حامي. نضع قطع الدجاج عشان نسكر كل المسامات وما رح يطلع معنا أي بروتين. وهيك رح نعمل سفع للدجاج، ولازم نعمله على الوجهين. أثناء ذلك أنا نظفت الخضار وقطعتهم، وأول إشي رح أحط البصل في صينية الشوي وأضيف فوقه ملعقة صغيرة ملح وزيت زيتون تقريبا 100 مل. رح أدعك البصل جيدا مع الملح والزيت حتى يذبل وتخرج أغلب السوائل منه، ومن ثم رح أضيف الثوم وملعقة كبيرة من نفس بهارات تتبيل الدجاج. رح أخلطهم مع بعض وأضيف لهم باقي الخضروات. طبعا نوع الخضروات وكميتها حسب رغبتكم. أنا أضفت باذنجان، بطاطا، كوسة، جزر، فلفل أخضر حلو، وبندورة. راح أخلط كل الخضروات مع بعضها علشان تتوزع التتبيلة والملح عليها، وبعدها راح أرتب قطع الدجاج فوق الخضار وأضيف الزيت اللي كان موجود في جريل، وباقي التتبيلة راح أضيف لها ما يقارب 3 كوب ماء، أخلطهم مع بعض وأوزعهم على أطراف الصينية. غرف الصينية بورق زبدة مبلل بالماء وقصدير، ومباشرة على فرن محمى مسبقا على حرارة 190 لمدة ساعة وربع، أو حتى تتشرب الصينية أغلب السوائل الموجودة فيها. بعدها راح أكشف عن الصينية وأدهن الدجاج بالزيت والسوائل الموجودة في الصينية ونحمره قليلا. بتمنى تجربوها، وألف صحة وعافية لقلوبكم.